المهارات هي من أسس جوانب لعبة كرة القدم ومصدر لتحفيز اللاعبين سواء كانوا صغارا أو كبارا، وعلى اللاعب أن يتقن أسلوب بعض المهارات ليصبح له شأن كبير في هذه اللعبة. فالنهاردة معانا بعض المهارات للاعب البرازيلي فيرمينيو، وهندرس المهارات دي ونتعلمها خطوة بخطوة مع بعض. تابعونا بعد الانترو. السلام عليكم، معاكم أحمد سيد وجينا لكم في فيديو جديد. النهارده هيكون معانا مجموعة مهارات رائعة جدا للاعب ليفربول وهو فيرمينيو. بس قبل ما نبدأ يا شباب ما تنسوش تعملوا لايك، ولو انت جديد عندي في القناة تشترك في القناة وتفعل زر الإشعار عشان ما يفوتكش أي فيديو جديد. كنت عايز أقول لكم حاجة بس قبل ما نبدأ في المهارات، بالنسبة للناس اللي كلمتني على الفيسبوك أو الانستجرام أو حتى كلمتني في تعليقات، أنا الفترة دي موجود في أكاديمية المحترفين في العبور. لو حد عايز يتواصل معايا يبعت لي على الفيسبوك أو الانستجرام وأنا هرد عليه على طول. ونبدأ بأول مهارة. وانت بتجري بجانب الخصم توقف الكرة بالاسفل وتسحبها بداخل قدمك القوية والضعيفة بسرعة وتاخدها عكس اتجاه الخصم بالطريقة دي. المهارة دي رائعة جدا لمراوغة الخصم، وكمان تقدر تخدعه بسهولة جدا وبسرعة. وكمان احيانا كان بيستخدمها كريستيانو رونالدو ايام ما كان في ريال مدريد، وحاليا بيستخدمها فيرمينيو في معظم مبارياته في ليفربول. هي تمارينها سهلة وبسيطة. الخطوة الأولى هتقوم بسحب الكرة 5 دقايق يوميا بالأسلوب ده، والخطوة الثانية هتكرر نفس الشيء بس هتخطفها عكس الاتجاه بالشكل ده. وندخل على تاني مهارة معانا، يلا بينا نشوفها. في المهارة دي بتقوم بعمل ستيب اوفر بودي فينت وتاخدها بسرعة بباطن قدمك في اتجاه بعيد عن الخصم، بس يلزم السرعة في تنفيذها لعدم خطف الكرة منك. ودي مهارة سهلة جدا لتعدية الخصم بشكل مباشر، لانك بتتحرك كتير وبتلف القدم وعمل الفنت، فهو بالتالي مش هيبقى متوقع انت هتروح في انهي اتجاه، وبكده تكون سهلة انك تعدي في اي اتجاه سواء يمين او يسار، لان الزوايا بتكون مفتوحة لك وهو مش متوقع انت هتروح في انهي اتجاه. التمارين دي برضو سهلة وبسيطة. الخطوة الأولى هتقوم بلف القدم حول الكرة لمدة بسيطة لكي تتقن، والخطوة الثانية هتعمل الفنت بالأسلوب ده وتسحبها بالشكل التالي لمدة بسيطة جدا ببطء، وبعد كده تقوم بتسريعها تدريجيا لكي تتقنها بسرعة. وهندخل على ثالث مهارة، يلا بينا نشوف. وانت بتجري بعرض الملعب والمدافع خلفك بتقوم بضرب الكرة بقدمك الضعيفة وتمررها بسرعة بكعب قدمك القوي لتعكس اتجاهها، وبعد كده هتكون عديت بسهولة. ودي مهارة جميلة جدا وبتستخدمها فقط اما يكون خلفك الخصم، وفي الحالة دي هو يقتنع انك هتمررها بباطن قدمك، ولكن العكس انت هتمررها بالقدم الاخرى عكس الاتجاه تماما. تمارينها بسيطة جدا. هتقوم بعمل التمرين ده لمدة 10 دقايق يوميا لكي تتعود عليها وتصبح سهلة معاك. وبكده شباب خلص حلقتنا، نتمنى تنال اعجابكم. ما تنسوش اللايك وسبسكرايب واراكم في التعليقات. اشوفكم في فيديو جديد باذن الله. سلام.